إذا كان أنتِ زيي أني تحبي الطبخ أما ما تحبيش تدخلي الكوجينة في الليل، تعالي نعطيك أستيسة صغيرة تريحك. bien sûr أنتِ كي باش تطيبي وجبتك معناها باش توقفي على الغاز، باش تشعلي الغاز باش تشعلي وباش تقطعي الخضرة باش تقطعي وباش تطيبي برمتك من اللي نفطر نص النهار، ما فيها باس تعملي حوايج خفيفة إضافية تخليها لهم عشية. وأنا أكثر الأحيان الفازة هذه نعملها كي نبدا مطيبة حاجة معناها ماهيش مغرفة، خاطر عايلتي يميلوا برشا للمغرفة أكثر من إن هي حاجة تتاكل بالخبز. هاكا علاش اليوم كي باش نعمل مرمز، مرمز نطيبه بالطريقة هاذيا كيما قاعدين تشوفوا، ونفوحها بالطريقة العادية كيما الناس الكل، ما عنديش حاجة سبيسيال في المرمز. إذا كان واحد منكم عنده طريقة أخرى ولا عنده أستيوس ينجم يكتب من هنا في الكومنتات. دونك قطعت البصل بزايد، طماطم، حمص، فوحت شوية لحم شوية زيت، ومش نخليه يتقلى شوية، ومن بعد باش نزيدها مغرفة طماطم، مغرفة بركة طماطم مش معبية، ومغرفة فلفل أحمر زينة مش حار زادة. بعد ما يتقلوا شوية نمرقه بالماء ونخليه يطيب في عقله. المرمز ما يحبش النار هادية برشا وما يحبش النار قوية برشا، يحب نار متوسطة. بيان سير اللي يقول مرمز يقول الحمص، خاطر بالنسبة لنا احنا المرمز معناها برشا بصل وبرشا حمص. كملت تركيب المرمز حطيته يطيب على جنب. توا باش نمشي نعمل الكباب باش نعمل كباب سكالوب. طريقة تفويح الكباب سواء كان اللحم مفروم تاع بقري ولا لحم علوش ولا سكالوب بنفس الطريقة. زيدي شوية شحم، ثوم، طماطم، ربع راس بصل، وقرين فلفل احمر وقرين فلفل اخضر. وبالنسبه للطماطم اشتر كعبه طماطم، وبالنسبه للبصل ربع راس بصل، وسنينات الثوم حكايه 4 سنينات بركه يزي. والشحم شويه مش برشا باش يبقى السكالوب من بعد كي يطيب باش يبقى مدهن ما يشيحش معناه. فحات فوحي كيما تحبي. اما السبيسيال في الفح اللي عندي نيني نعملها هاني اللي هو فلفل المهروش المدخن، تحبي اصفر تخليه اصفر، تحبي احمر زيدي فلفل احمر، والملح بيان سير والفلفل اكحل، مغرفه الموتارد ومغرفه الجبنه الكريميه بالنسبه لي يعني لازمه. توني باش نرحي هذوك الكل مع بعضهم ونرجع لكم. هني باش نزيد مغرفه كبيره سماق. السماق يزيد نكهة بالنسبة لي يعني يعطيه طعمة الليمون. ولقيتها ناقص شوية حمورية زدت شوية فلفل زينة، ومغرفتين كبار شابلور باش يتماسك وشد بعضه. وتغسلي يدياتك وتعجني مليح مليح مليح، تحاولي انك تدخلي المكونات كل بعضها. هو هني ناقص شوية معدنوس، اما المعدنوس اني ما عنديش معناها ما تبطلي من العجلان انك تفرميها تشدي مثلا طريف من اللحم المفروم هذاك الدجاج السكالوب المفروم وتفرمي. اذا كان تفرم في ايدك سافا، او انا فرمتها من غير لا زيت لا ميلة حتى شيء، شدت بعضها عملت الشكل هذاك. وتو باش نجيب الطاجين متاعي هذاك باش ندهنه بشويه زيت، وباش نصفف في البلاتو اللي حضرتها معاكم، وباش نخليه يطيب باش نغطيه نخليه يطيب. بالنسبه للبلاتو هذاك شريته من مغازة عبد الرزاق حتيره، قداش مره تسالوا فيه عليه، راهو الاصلي، راهو طيارة بصراحة في كل شيء، في الحوت في السكالوب في اللحم، وسريع زادا ويطيب الحاجة ويحافظ على العصارة متاعها. كملت غاديك الكباب متاعي بريسك هني باش نرجع توا لمرقة المرمز. مرقة المرمز باش نلقاها خثرت، باش نرمي لها شوية فلفل أخضر من فوق زينة كما قاعدين تشوفوا هني بالضبط. وكنت اني حاطة شوية بطاطا تتقلى في القلاية الهوائية، ما صورتهاش خاطر صورتها لكم قداش المرة. وهذاك فطوري يحضر. بالنسبة للمرمز باش نفطروه تو. ودرت زادة الكباب بزايد، اللي يحب ياخذ كعبة يذوقها ميسالش. وبالنسبة للفريت كيف كيف يحبوا يحطوها مع المرمز يحطوها، يحبوا يخلوها لليل يخلوها. دونك اني عطيتك افكار انك انت باش توقفي في الكوجينه توقفي طيبي حاجتين ثلاثه فرد مره، اما اعلميهم انهم راه هذاك فطور وعشي. شوفوا الكباب هني كيفاش محافظ على العصاره نتاع ريتو وجي منين يشرح. من غير ما نحكي لكم جربوا الطريقه هذه وارجعوا لي. حسيلو اللي عندها افكار ولا اللي عندها استيوس تحب تعطيها لنا باش ترتاح من وقفه الليل، تنجم تكتب لنا في الكومنتات. ان شاء الله راهي فكره الفطور اليوم والعشي نتاع اليوم عجبتكم. ما بقى لي ما نقول لكم كلش، الى اللقاء في فيديو اخر، وتحياتي حبيباتي.